السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم في حصة جديدة في فرع الجبر، والدرس اللي معانا النهارده بيتكلم على العمليات على الأعداد الحقيقية. درس سهل خالص ويعتبر واخدين زيه بالظبط السنة اللي فاتت. تعال نشوف هناخد النهارده. بسم الله. العمليات طبعا عندي عملية الجمع والطرح والضرب والقسمة، فأقول له أولا عملية الجمع والطرح، بما انهم الاثنين شبه بعض، وقال لي بقى لكي يتم جمع او طرح اعداد حقيقيه. على فكره بالتحديد احنا هنجمع ونطرح النهارده اعداد غير نسبيه اللي هي تحتوي على جذر تربيعي او جذر تكعيبي. قال لي لكي يتم جمع او طرح الجذور، اللي هو تحديدا اللي انا قصدي، او هنقول جمع وطرح من الدرس بيتكلم على الاعداد الحقيقيه، بين قوسين كده هنقول الجذور تحديدا. ما الاعداد الحقيقيه دي قلنا داخل منها كل المجاميع. احنا اتعلمنا قبل كده في الابتدائي جمع وطرح الاعداد اللي خدناها تقريبا من اول ما اتعلمنا الجمع والطرح، دي اعداد صحيحه او اعداد العدد، وخدنا بعد كده الاعداد الصحيحه الموجب والسالب وكلام من ده، وخدنا الكسور الاعداد النسبيه. انا متعلم كل الجمع، فاضل الاعداد الحقيقيه تحديدا الجذور اللي هي الاعداد الغير نسبيه. هنقول يجب ان تكون الحدود متشابهه. واعتبر الكلمه دي من عندي انا اللي هي حته الحدود المتشابهه دي، زي بالظبط ما كنا بنجمع السنه اللي فاتت، كنا بنقول نجمع السين مع السين، كنا بنقول لازم يجب ان تكون الحدود الجبريه متشابهه، سين مع سين، سين تربيع مع سين تربيع. هنا نفس النظام، عشان اقدر اجمع او اطرح اعداد حقيقيه تحديدا قلنا الجذور يجب ان تكون متشابهه. متشابهه يعني تحتوي على نفس الجذر، تحتوي على نفس الجذر، تحتوي يعني متشابهه يعني بمعنى تحتوي على نفس الجذر. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ هقول لك يا حبيبي تعالى. يعني حضرتك لما تيجي تجمع 3 جذر 5 زائد 2 جذر 5، بسأل نفسي الأول سؤال، هي الحدود دي متشابهة ولا مش متشابهة؟ قلنا متشابهة يعني تحتوي على نفس الجذر، متشابهة اللي هو جذر 5. قال لك خلاص جمع معاملات أو العدد اللي مكتوب قدام الجذر وسيب الجذر زي ما هو. يعني هقول له إيه؟ 3 زائد 2 يديني 5، وأجي رايح منزل الجذر زي ما هو. طيب أما أقول لك 7 جذر 2 ناقص 5 جذر 2، ده عملية ايه يا مستر؟ ده عملية طرح. هل دي حدود متشابهة؟ تحتوي على نفس الجذر اللي هو جذر 2، يبقى اطرح المعاملات 7 ناقص 5 2، واجي رايح سايب الجذر زي ما هو ماليش دعوة بيه. اما اقول لك مثلا 5 الجذر التكعيبي ما ينطبق على الجذر التربيعي ينطبق على الجذر التكعيبي، 5 الجذر التكعيبي ل7 زائد الجذر التكعيبي ل7. هسأل نفس السؤال الأول، هي الحدود متشابهة؟ نفس الجذر، يبقى جمع المعاملات. طب الجذر ده هو المفروض العدد اللي مكتوب قدامه كام؟ المفروض العدد اللي مكتوب قدامه يكون 1. اهي 1، يعني الجذر اللي ملوش عدد 1، شبه السين معاملها 1. هجمع 5 زائد 1 بتساوي 6، واثبت الجذر ماليش دعوة بيه. اما اقول لك مثلا 3 جذر 2 زائد 4 جذر 5 ناقص 2 جذر 2 زائد جذر 5،
قال لك جمع لي دي في ابسط صوره. اقول له والله انا المفروض هعمل ايه يا شباب؟ هبدا اجمع المتشابه. متشابه يعني يحتوي على نفس الجذر، هبدا اجمع المتشابه. طيب مين المتشابه؟ عندي 3 جذر 2 اهي. مين شبهها؟ سالب 2 جذر 2. شبهها يعني فيها نفس الجذر. ادي الاولاني. زائد عندي 4 جذر 5. مين اللي شبهها؟ موجب جذر 5. يلا نجمع. قال لي كانت تتم عمليه الجمع او الطرح يجب ان يحتوي على نفس نفس الجذر. بدات اجمع الجذور المتشابهه. 3 جذر 2 ناقص 2 جذر 2 متشابه مالكش دعوه بالجذر، اطرح او اجمع المعاملات. 3 ناقص 2 1 جذر 2. مش هكتب الواحد، هكتب جذر 2 بس. تعالى هنا، دي المفروض معاملها كام؟ 1. 4 زائد 1 الاشاره زي ما هي، 4 زائد 1 5. وانزل مين زي ما هو؟ جذر 5. طب دول اقدر اجمعهم؟ لا يا مستر، دي حدود جبريه غير متشابهه لا يمكن جمعها. في اي مشكله؟ حد عنده اي مشكله؟ يبقى عشان اقدر اجمع في اي مشكله في الكلام ده بجمع اطرح مين؟ المعاملات. طب لو الحدود مش متشابهه ما تتجمعش. لما اقول لك مثلا اجمع لي 3 زائد 2 جذر 5، هتقول لي ايه؟ هتقول لي في السؤال ده هقول لك لا يمكن الجمع. ليه؟ عشان دي يا مستر حدود جبرية غير متشابهة. وبما ان انا خدت الجمع فلازم ما اعديش الجمع قبل ما اتكلم على المعكوس الجمعي. واحنا عارفين يا باشا من السنة اللي فاتت ما معنى المعكوس الجمعي؟ المعكوس الجمعي يعني ايه؟ قلنا المعكوس الجمعي تغيير إشارة العدد من الموجب إلى السالب، بغير الإشارة من الموجب للسالب. طيب يعني لما أجي بقى طالما باخد جمع وطرح، خد بالك أنا عاوزك تفهم الموضوع ماشي إزاي. وإحنا في أولى ابتدائي اتعلمنا أعداد العدد، بعدها خدنا إيه؟ خدنا الجمع والطرح، بعدها خدنا الضرب والقسم. لما طلعنا شوية وخدنا الأعداد الصحيحة اللي هي الصحيحة الموجبة والصحيحة السالبة، اتعلمنا إيه؟ جمع وطرح، ضرب وقسم. طب لما طلعنا كمان وخدنا الأعداد الحقيقية هاخد إيه؟ جمع وطرح، ضرب وقسم. وفي كل مرة كان لازم آخد حاجتين مهمين، المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي. وده اللي إحنا هندرسه النهاردة. يبقى المعكوس الجمعي تغيير إشارة العدد، يعني لما يجي يقول لي المعكوس الجمعي للعدد 3 هو كنا بنقول له كام يا شباب؟ سالب 3. بغير الإشارة. المعكوس الجمعي للعدد جذر 5 هو هقول له سالب جذر 5. بغير الإشارة. المعكوس الجمعي للعدد 3 ناقص جذر 5 هو، اقول له والله يا مستر ده مش عدد، ده عددين. حبيبي هو عدد واحد بس لا يمكن جمعه. ما ينفعش يتجمع عشان ناخد جبريه غير متشابهه. طب هغير اشاره الثلاثه ولا الخمسه؟ الاثنين. فيبقى سالب 3 زائد جذر 5. يبقى المعكوس الجمعي بعمل ايه يا شباب؟ بغير اشاره مين؟ العددين، العدد. اما اقول لك مثلا المعكوس الجمعي للعدد 2 زائد جذر 3 هو نقط. اقول له 2 زائد جذر 3 هغير الاشاره يبقى سالب 2 سالب جذر 3. ده المعكوس الجمعي. يبقى المعكوس الجمعي يا شباب بعمل ايه؟ بغير اشاره العدد.
عمليه الجمع والطرح عشان اقدر اجمع واطرح لازم اجمع واطرح حدود جبريه متشابهه، يعني ايه؟ تحتوي على نفس الجذر. طب بجمع واطرح ازاي؟ بجمع واطرح المعاملات واثبت الجذر كما هو. جميل. طيب تعالى بقى اما نتكلم على العمليه اللي عليها الدور اللي هي عمليه الضرب. وطبعا مش هقول لك الضرب والقسمه عشان هم غير بعض تماما، غير الجمع والطرح. الجمع والطرح انا هحطهم لك مع بعض في المسائل عشان هم زي بعض. الضرب والقسمه مش شبه بعض، فاشتغل ضرب لوحده وقسمه لوحدها. وقال لي ايه بقى؟ قال لي عمليه الضرب لا يشترط، اسمع، لا يشترط ان تكون الحدود متشابهه. جميل. يعني مش لازم تكون تحتوي على نفس الجذر، لا كله هينضرب، كله هينضرب، مفيش حاجه اسمها تحتوي على نفس الجذر، كله هينضرب. طب قال لك بتضرب ازاي؟ كيف تتم عمليه الضرب؟ ازاي بعمل عمليه الضرب؟ قال لي بقى هي خطوتين. عشان اضرب بعمل خطوتين. اولا ايه هما الخطوتين؟ قال لي نضرب المعامل في المعامل، وكمان وقال لي نضرب ما تحت الجذر في بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو بضرب 2 جذر 5 في 3 جذر 5 او جذر 2 مثلا، دي لو عمليه جمع هقول له غير ممكنه، لا يمكن الجمع، لا يمكن، مفيش جمع هنا. طب لو عمليه ضرب، قال لك الموضوع بسيط خالص. تضرب العدد في العدد، 2 في 3 ب6، واثبت الجذر في الجذر، اجي راح سايب الجذر زي ما هو اهو، و5 في 2 بكام؟ ب10. يبقى الحل يديني 6 جذر 10. هقول لك مثلا -2 جذر 3 في 4 جذر 5 اضرب. هقول له -2 في 4 ب-8. اسيب الجذر زي ما هو، 3 في 5 ب15. يبقى الضرب بالنسبه لي مش محتاج حدود جبريه متشابهه عشان كله هينضرب، اي حاجه هتنضرب، ما عنديش اي مشكله في الضرب. اما اقول لحضرتك مثلا نكمل برضه امثله على الضرب. اما اقول لك جذر 3 في 5 جذر 3، وصح في دي. الاول اللي هنقول المعامل اللي هنا مش مكتوب يبقى قيمته 1. بضرب المعامل في المعامل والجذر في الجذر. 1 في 5 يديني 5، واجي رايح مثبت الجذر اهو. ما تحت الجذر في ما تحت الجذر، 3 في 3 ب9. هتقول لي يا مستر ما هو ال9 دي لها جذر، كام جذر ال9 كام؟ 3. 5 في 3 يديني 15. خلاص؟ قال لي على طول بقى في حالة ضرب جذرين، صح، في حالة ضرب جذرين متشابهين في بعض، قال لك الناتج هو ما تحت الجذر على طول. ريح دماغك. يعني لو بضرب جذر 5 في جذر 5 مش لازم اقول جذر 25، جذر 5 في جذر 5 ب5 على طول. جذر في جذر ما تحت الجذر في حالة لو كان الجذر متساوي. جذر 10 في جذر 10 بدل ما اقول جذر 100 اللي هي 10، لا اقول جذر 10 في جذر 10 ب10 مرة واحدة. يعني بقول لك 3 جذر 2 في 5 جذر 2، بدل ما ادوخ نفسي هقول له 3 تنضرب في 5 تديني 15. جذر 2 في جذر 2 المفروض بجذر 4. طب ما احنا قلنا اذا كانت الجذور متشابهه بعض، يعني متشابهه او متساويه، يبقى ايه؟ يبقى الحل العدد على طول. اقول له جذر في جذر ما تحت الجذر، جذر 2 في جذر 2 يديني 2. 15 في 2 بكام؟ ب30. طيب تعالى نكبر الدنيا شويه في الضرب. اما اقول لحضرتك جذر 3 في جذر 3
ناقص 5. ده كنا بنطلق عليها عملية فك الأقواس السنة اللي فاتت اللي فاكر. كنا بناخد الأول نضربه في الأول. جذر 3 في 3 جذور متشابهة. عاوز تعملها واحدة واحدة اعملها واحدة واحدة. جذر 3 في جذر 3 المفروض الأول هضرب معاملات، واحد في واحد بواحد. جذر 3 في جذر 3 ب3. جذر 3 في جذر 3 ب3. جذر 9 اللي هي 3. يبقى جذر في جذر لو الجذور متساوية دي ما تحت الجذر اللي هي 3. طيب جذر 3 في 5 هيجي واحد، طبعا الإشارة تبقى سالبة، أنا ما عنديش أي مشكلة. هيجي واحد يقول لي جذر 3 في 5 يقول لي بجذر 15. حبيبي احنا قلنا دي أنا بضرب جذر 3 في 5. مش أنا لما بضرب العدد في العدد والجذر في الجذر، مظبوط. المعامل في المعامل والجذر في الجذر. طيب هنا المفروض المعامل كام؟ 1. طبعا المفروض أضرب واحد في كام؟ واحد في 5 ب5. طب والجذر 3 هتنضرب في مين؟ مفيش حاجة، يبقى تطلع زي ما هي. يبقى لما اجي اضرب عددين مش متشابهين مش شبه الجمع بقى اقول مش هينفع، لا هو هينفع، ولكن اخر بحطهم زي بعض جنب بعض. حاجه كده لما اضرب س في ص بتديني ايه؟ س ص مره واحده. س ص هي حدود مختلفه اهو بس بتتلزق في بعض. فلما اقول جذر 3 في 5 هتقول لي ب5 جذر 3 يتحطوا في بعض، مفيش حاجه اسمها مش هتنفع. طيب عندي مثلا بقول لك جذر 7 في 4 ناقص 3 جذر 7. يلا من فوق. جذر 7 في 4 مختلفة، هقول على طول ايه؟ 4 جذر 7. 4 جذر 7 ناقص جذر 7 في 3 جذر 7. واحدة واحدة بقى، عدد في عدد جذر في جذر. العدد هنا كام؟ 1. 1 في 3 ب3. جذر 7 في جذر 7 جذر في جذر ما تحت الجذر، اذا كانت الجذور متساويه يبقى يديني 7 في 7، يبقى يديني 4 جذر 7 و3 في 7 ب 21، وهتفضل زي ما هي كده. عشان ايه؟ عشان ما عنديش ايه؟ ما عنديش ضرب، ما عنديش جمع حدود غير متشابهه. طيب حد فاكر الاقواس دي؟ بقول لك جذر 3 زائد 5 في جذر 3 زائد 2. مين فاكر كنا بنفك دي ازاي؟ السنة اللي فاتت كنت باخد العدد الأول أضربه في القوس التاني كله. يلا نبدأ. جذر 3 في جذر 3 جذر في جذر ما تحت الجذر إذا كانت الجذور متساوية يبقى ب3. جذر 3 في 2 دي مختلفة خالص أهو، يعني مفيش جذور، يبقى هيدينا على طول 2 جذر 3. أخش على اللي بعده. 5 في جذر 3 5 في جذر 3 يديني 5 جذر 3 جنب بعض على طول اهي. 5 جذر 3. 5 في 2 ب 10. وبعدين يا مستر وبعدين هجمع المتشابه، الحدود المتشابهه. الثلاثه تتجمع مع ال10، 3 زائد 10 يديني 13. و2 جذر 3 زائد 5 جذر 3 هجمع معاملات واثبت الجذر. 2 زائد 5 7 وانزل الجذر 3 زي ما هي. تاني اقول لحضرتك 3 زائد جذر 2 في 3 زائد جذر 2 في 2 ناقص جذر 2. يلا نفس طريقة الفك، هاخد العدد الأول أضربه في القوس اللي هناك كله. يلا بينا. 3 في 2 ب6. 3 في سالب جذر 2 ادي السالب ينزل زي ما هو. 3 في جذر 2 مفيش جذور، حدود جبرية مختلفة بيتحطوا جنب بعض لازق كده، يبقى أقول له 3 جذر 2. يلا جذر 2 في 2 برضه حدود جبرية مختلفة. جذر 2 في 2 دي جذر وده عدد، يبقى احطهم جنب بعض يبقى 2 جذر 2 موجب 2 جذر 2. طيب اخر حاجه عندي جذر 2 في سالب جذر 2 ادي السالب اهو زي ما هو. قلنا جذر في جذر
المفروض بسيب الجذر واضرب اللي تحت. طب لو ما تحت الجذر متساوي فبقول جذر في جذر ما تحت الجذر، يبقى 2 على طول. هنبدا نجمع. ادي 6 ناقص 2 هيدينا 4 سالب 3 جذر 2 زائد 2 جذر 2. في عمليه الجمع والطرح يجب ان تكون الحدود الجبريه متشابهه تحتوي على نفس الجذر، وفي حاله حدوث ذلك بعمل ايه؟ بجمع المعاملات. طب المعامل هنا كام؟ سالب 3 زائد 2 اطرح باشاره الكبير اللي هي سالب 3 يبقى يديني سالب 1 جذر 2 اللي هي سالب جذر 2. تمام؟ حد فاكر دي؟ قوس كل تربيع كنا بنفكه ازاي؟ اللي فاكر القانون كنا بنقول الاول اس 2 اشاره الاوسط كما هي، بعد كده بقول له الاول في الثاني في 2 طريقه الفك لو حد فاكر، وبعد كده بقول له زائد، يبقى الاشاره دي دائما ايه؟ دائما موجب زائد الاخير اس 2. تعالى نفك المساله دي. هقول له الاول اس 2 يبقى 3 اس 2. اشاره الاوسط كما هي هنا موجب تفضل موجب. هضرب الاول اللي هو 3 في الثاني اللي هو جذر 2 في 2. جميل. دائما موجب الاخير. الاخير اس 2 يبقى جذر 2 اس 2. يلا نبدا نجيب الناتج. 3 اس 2 يعني 3 في 3 بكام؟ ب 9 زائد الاول في الثاني في 2. خد بالك هو ده اعداد صحيحه مضروبه في جذر، اضرب الصحيح والزق فيها الجذر. 3 في 2 ب 6 واحط جنبها جذر 2 زي ما هي زائد جذر 2 اس 2 ربع عادي. جذر 2 اس 2 اللي هي جذر 4 وجذر الاربعه كام؟ 2. او لو انت بتربع جذر تربيعي شيل الجذر. هي عارف جذر 2 اس 2 ما هو يعني جذر 2 في جذر 2. وانا قلت لك اما اضرب عددين لهما نفس الجذر في بعض مش بنقول جذر في جذر ما تحت الجذر. يعني اما اضرب جذر 5 في جذر 5 ب5، جذر 10 في جذر 10 ب10، فجذر 2 في جذر 2 ب2 يبقى ب2. هجمع المتشابه ما فيش غير دول. 9 زائد 2 11 ودي تنزل زي ما هي. هقول لحضرتك مثال 4 ناقص 3 جذر 2 الكل أس 2. يلا القانون هنقول الأول أس 2 يبقى 4 أس 2. إشارة الأوسط الأول 4 في الثاني في 3 جذر 2 في 2. الأول في الثاني في 2. الأخير دائما موجب. الأخير أس 2 يبقى 3 جذر 2 الكل أس 2. هبدأ أطلع الناتج. 4 أس 2 يعني 4 في 4 يديني 16. أدي السالب دول هضرب المعاملات وأسيب الجذر. 3 4 في 3 ب 12. 12 في 2 ب 24 وأنزل الجذر زي ما هو. زائد يلا نربع 3 أس 2 تديني 9 وجذر 2 أس 2 ما احنا قلنا جذر 2 أس 2 اللي هي جذر كام؟ اللي هي جذر 4 أو أشيل الجذر خالص يبقى 2 وابدا اجمع. طبعا ده هتديني 16 و2 في 9 ب 18 ف 16 زائد 18 هيدينا 34. انا جمعت على طول عشان المكان. دي 16 ودي 2 في 9 ب 18. 16 زائد 18 يدينا 34 وده هتنزل زي ما هي عشان مفيش حاجه تتجمع معاها. ناقص 24 جذر 2. ده الحل. اتمنى عمليه الضرب تكون تمام. عمليه الضرب نعتبر بنراجع لك على الحاجات اللي خدناها في ضرب السنه اللي فاتت، سواء فك الاقواس، ضرب مقدار في مقدار، وكنا بنسميه قوس الكل تربيع. وما ننساش طبعا اللي كنا بنسميها الحاله الخاصه. لو حد فاكر اما كنت بضرب اكس ناقص واي في اكس زائد واي
في حالة لو بضرب قوسين زي بعض بالظبط، قوسين زي بعض بالظبط والاختلاف في الإشارة، واحدة سالب واحدة موجب، والاختلاف في الإشارة، فكنا بنقول الناتج إيه لو حد فاكر؟ كنا بنقول الأول في الأول ناقص التاني في التاني. منهج تاني إعدادي السنة دي تقيل جدا جدا جدا. طالب اللي مش هيركز من أول السنة هيزعل من المنهج ده جامد. عمليات الضرب ماشيين مع بعض واحدة واحدة، وكل فكرة بديك عليها مثالين وثلاثة وأربعة. دي حالات خدناها السنة اللي فاتت، اللي مش فاكرها قدامك أو القوانين قدامك هيحفظها. دي في حالة وجود قوسين زي بعض بالظبط والاختلاف فين؟ في الإشارة. بقول عليهم قوسين مترافقان. مترافقان يعني شبه بعض بالظبط بس ده الإشارة متغيرة. طيب بضرب الأول في الأول ناقص التاني في التاني. أنا بقول لحضرتك جذر 3 زائد 5 أو 5 زائد جذر 3. اتعود دايما تخلي العدد هو اللي في الأول والجذر في الآخر. دول قوسين شبه والله العظيم اللي هيفكهم فك كده عادي، بس هيضيع وقت. دي بسميها عندي حالة خاصة. اعتبرها كده بنسميها حالة خاصة. حالة خاصة اهي. لا بقى مستر الحالة الخاصة دي القوسين شبه بعض بالظبط بس بشواذ مختلفة. طب بفكها ازاي؟ الأول في الأول 5 في 5 هيديني 25 ناقص دايما التاني في التاني جذر 3 في جذر 3 جذر في جذر ما تحت الجذر إذا كان الجذران متساويان. جذر 3 في جذر 3 ب3. 25 ناقص 3 هيديني كام؟ 22. أما أقول لحضرتك جذر 5 زائد جذر 2 في جذر 5 ناقص جذر 2. يلا بينا. دي حالة ايه؟ حالة خاصة. قوسين شبه بعض بالظبط، اختلاف في الإشارات. قال لي يبقى الأول في الأول جذر 5 في جذر 5 بجذر 25 اللي هي 5. طب ما على طول جذر في جذر ما تحت الجذر لو الجذرين متساويين ناقص جذر 2 في جذر 2 بكام؟ ب 2. 5 ناقص 2 3. طب بقول لحضرتك 3 زائد جذر 2 في 3 ناقص جذر 2. دي حالة خاصة. قوسين شبه بعض بالظبط، الاختلاف في الإشارات. الحل بيكون الأول في الأول ناقص التاني في التاني. 3 في 3 ب9 ناقص التاني في التاني. جذر 2 في جذر 2 جذر في جذر ما تحت الجذر ب9 ناقص 2 اديني كام؟ اديني 7. تمام. اخر عمليه طبعا احنا غبنا كتير في الضرب عشان يعتبر اصلا الدرس ده صعب في الضرب. يعني الجمع بجمع عادي واسيب الجذر زي ما هو. الضرب لازم اراجع على الضرب بافكار. اخر عمليه عندي عمليه القسم. وانا من يعني ايه لا افضل ان انا اخلي القسمه عمليه لوحدها. يعني انا بعتبر ما فيش حاجه اسمها عمليه القسمه عندي في الدرس ده. انا هقولها بكلمه تانية خالص. هقول ما ينفعش يكون عندي جذر في المقام. ما ينفعش يبقى عندك جذر في المقام وتسكت. اعمل ايه يعني لو عندي جذر في المقام؟ اول ما تلاقي جذر في المقام اضرب في مرافق الجذر. وقلنا كلمه مرافق الجذر حاجه كده شبه القوسين اللي خدناهم من شويه. هعرفك دلوقتي واحده واحده كده. يعني لما اقول لحضرتك مثلا عندي 6 على جذر 2 دي بالنسبه لي عمليه قسم. ما انا قلت لك مفيش حاجه اسمها عمليه قسم. الاول قبل ما نخش بالديت تعالى واحده واحده كده. لو عندك مثلا 36 جذر 12 على 9 جذر 4 او خليها جذر 6 عشان بحيث ان الاربعه لها جذر عندي ما فيش طالب يطلع.
القسمة شبه الضرب بالظبط. الضرب كنت بضرب ايه؟ المعامل في المعامل وما تحت الجذر على ما تحت الجذر. طب في القسمة نفس الكلام، هقول له 36 على 9 فعل 4 واجي رايح منزل الجذر زي ما هو 16 على 6 فعل 2. ده قسمة عادية. لو فوق زور وأعداد بقسمها كده. طب السؤال اللي كنت بديلك شوية كنت بقول لك 6 على جذر 2. بالمناسبة ممكن أعمل دي بالآلة الحاسبة. والضرب ممكن أعمله بالآلة الحاسبة، بس في حاجات من الآلة الحاسبة مش هتنفعني فيها بالذات لو بحل مقالي زي ما هوريك دلوقتي. 6 على جذر 2. طيب 6 على جذر 2 يا مستر، ده ما أنت قلت لي المفروض بقسم العدد على العدد والجذر على الجذر. يعني هي كده ما فيهاش قسم. لا يا حبيبي، لها اختصار. لا اختصار. احنا قلنا ما ينفعش يكون عندي جذر في المقام واسكت. بعمل ايه؟ قال لك بتضرب في الجذر اللي هو بسطا ومقاما. يعني انا الجذر بتاعي كام؟ الجذر بتاعي اللي في المقام كام؟ جذر 2. يبقى جراح شرطة كسر كده اهو، وضارب فوق في جذر 2 وضارب تحت في جذر 2. تعالى يلا نشوف اللي هيحصل. اما بضرب كسرين في بعض، بضرب اللي فوق في اللي فوق واللي تحت في اللي تحت. 6 في جذر 2 يا مستر ده ضرب، ما عشان كده اكدت على الضرب. 6 في جذر 2 بقول عليها حدود جبريه غير متشابهه. فبتنضرب ازاي؟ بحطهم جنب بعض. 6 جذر 2. يلا نضرب اللي تحت في اللي تحت. جذر 2 في جذر 2 جذر في جذر ما تحت الجذر فال2. اقسم 6 على 2 فال3. هل في حاجه الجذر يتقسم عليها؟ لا، يبقى تنزل زي ما هو. تاني اما اقول لحضرتك 8 على او خلاها 10 على جذر 5. ها هعمل ايه؟ ينفع يبقى عندي جذر في المقام؟ لا يا مستر. اعمل ايه؟ هضرب في الجذر ده. يبقى جراح شرط كسر، شرطة كسر كده. ضارب فوق في جذر 5 وتحت في جذر 5. الكلام ده يساوي اللي فوق واللي فوق واللي فوق واللي تحت واللي تحت. 10 في جذر 5 يلا على طول بقى ب 10 جذر 5 مرة واحدة على جذر 5 في جذر 5 جذر في جذر ما تحت الجذر اللي هي 5. يلا 10 على 5 فال2. طب في حاجة الجذر 5 تتقسم عليها؟ لا، يبقى تنزل زي ما هي. طيب نقول لحضرتك 16 على جذر 8 او على جذر 2. قلنا ممكن نعملها بالآلة الحاسبة. دي ممكن اعملها بالآلة الحاسبة عادي، ولكن حاول تفهم عشان اللي جاي دلوقتي. اقول له ما ينفعش يبقى عندي جذر في المقام، يبقى في جذر 2 بضرب كده، بضرب في الجذر في المقام فوق وتحت. طب لو كان الجذر في البسط خلاص عادي. يلا نبدا. 16 في جذر 2 هيديني 16 جذر 2 على جذر في جذر ما تحت الجذر في حالة كانت الجذور مالها متشابهة. 16 على 2 فات 8 واسيب الجذر زي ما هو. وبما اني خدت المعكوس الجمعي فلازم ولا بد اخد المعكوس الضربي. المعكوس الجمعي قلنا بنغير الاشاره. طب المعكوس الضربي قال لك المعكوس الضربي نقلب الكسر. يعني لما يجي يقول لي مثلا المعكوس الضربي للعدد 5 على جذر 2 هو نقطة. المعكوس الضربي للعدد 5 على جذر 2. أو عشان أنا عاوز أعمل حاجة تانية خليها 5 على جذر 2. قلنا معكوس الضرب بنقلب الكسر. مظبوط؟ مظبوط.
اما اللي بالكسر ده يديني جذر 2 على 5. وطالما الجذر فوق عادي، احنا قلنا ما ينفعش يكون الجذر فين؟ في المقام. طب عندي جذر في المقام بضرب في فوق وتحت. اما يقول المعكوس الضربي للعدد جذر 5 على 3 هو، هيبقى الحل ايه؟ يبقى الحل 3 على جذر 5. طب ده ينفع؟ ينفع يبقى عندي في المقام جذر؟ لا، يبقى الحل ده لازم وخد بالك مش هتلاقي في الاختيارات، عمرك ما هتلاقي في الاختيارات بتاعتك ان في جذر في المقام، مستحيل. يبقى انا محتاج اعدل. قال لك في حاله وجود جذر في المقام هاجي رايح شرط الكسر وضرب في الجذر ده فوق وتحت. 3 في جذر 5 هيديني 3 جذر 5 على جذر 5 في جذر 5 جذور متشابهه مضروبين في بعض، يبقى الحل ما تحت الجذر. اوعى حذاري 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 تختصر. مفيش. المفروض لو اختصر بين مع مين؟ 3 مع الخمس، ما ينفعش اختصرهم مع بعض، مفيش حاجه مشتركه بينهم. اوعى تقول لي هتقرر الخمسه مع الخمسه، ده جذر وده عدد صحيح، مفيش اختصار بينهم، بسيبها كده. طيب افرض بقى انا جالي في القسمه، وده المهم بقى، ده المهم وده ختام حصه النهارده. يبقى انا اتكلمت على الجمع، اتكلمنا على الضرب الحلال، اتكلمنا على القسمه، قلنا ما ينفعش يبقى عندي جذر في المقام، وحلينا ايه الافكار المعكوس الضرب. بص كده، اما اقول لك 2 على 3 زائد جذر 5، اختصر النسبه دي لابسط صوره. اختصر لابسط صوره. اول سؤال اهو، نصلي على اللي يشفع فينا عليه افضل الصلاه والسلام. هقول له واحد يا مستر انت قلت ما ينفعش يبقى فيه جذر في المقام، اقول له تمام مظبوط. طب ما انا عندي جذر في المقام، هل اضرب فيه زي ما عملت هنا؟ لا، انت ضربت هنا في جذر اللي في المقام عشان ما فيش غيره في المقام. طب افرض بقى كان عندي عدد حقيقي زي الجذر، قال لي بضرب في حاجه اسمها مرافق المقام، يعني بقول له فيه واشد شرطة كسر كده اهو المرافق. بعمل ايه في المرافق ده؟ كل اللي بعمله بغير اشاره الجذر. خد بالك، خلي العدد دايما في الاول والجذر في الاخر. كل اللي هتعمله هتغير اشاره الجذر، يعني خليها 3 ناقص جذر 5 وتحت 3 ناقص جذر 5. الكلام ده هيساوي العددين اللي في البسط اللي مش مترافقان حطهم زي انت بقول بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، مظبوط؟ مظبوط. لا ما تضربش، حطهم زي بعض. ادي الاثنين اهي وادي القوس الثاني اهو، احطهم جنب بعض كده اعلى. ركز لي في المقام. المقام ده انا لسه واخد الضرب ده يا مستر من شويه، كنت بسميهم مقداران مترافقان اللي هو الحاجه الخاصه، كنت بضرب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. نرجع للصفحه بتاعتنا، هضرب الأول في الأول، 3 في 3 هيديني 9 ناقص جذر 5 في جذر 5 هيديني 5. الكلام ده هيساوي أدي البسط زي ما هو، و9 ناقص 5 هيديني كام يا شباب؟ هيدينا 4. هل يمكن الاختصار؟ من العدد ده هو والأربعة على الاثنين فيها الواحد، 4 على الاثنين فيها الاثنين، يبقى الحل هيديني 3 ناقص جذر 5 على 2. وعشان كده قلت لك ما تضربش، حطهم جنب بعض بالظبط. تعال نشوف غيره اللي ما فهمش. اما اقول لك 8 على 2 ناقص جذر 2، 8 على 2 ناقص جذر 2، ينفع يبقى عندي جذر في المقام؟ ما ينفعش، يبقى في مشكله في المساله. اعمل ايه؟ اضرب في المقام لو كان لوحده، اضرب في مرافق المقام لو كان جنبه عدد، وده بالنسبه لي المهم. انا بقول ده ممكن اعمله بالاله الحاسبه، ده هيجي لك في سؤال. يبقى هقول هتبقى 8 على 2 ناقص جذر 2، ده العدد اللي انا عاوز احله. هقول له في شرطه كسر
هغير اشاره كل اللي بعمله بغير اشاره الجذر، بس اتاكد ان العدد في الاول يبقى 2 زائد جذر 2 على 2 زائد جذر 2. قلنا الاثنين اللي فوق اللي مش مترافقان بحطهم زي ما هما بالظبط. ادي ال8 اهي، وادي 2 زائد جذر 2 زي ما هي بالظبط. طب والمترافقان؟ ما احنا قلنا يا مستر الاول في الاول ناقص التاني في التاني. 2 في 2 ب4 ناقص التاني في التاني، جذر في جذر ما تحت الجذر، يبقى الكلام ده هيساوي ادي البسط زي ما هو. و4 ناقص 2 2. هختصر على الاثنين فيها الاربعه، على الاثنين فيها الواحد، يبقى الحل هيديني 4 في 2 زائد جذر 2. كمان سؤال. اما اقول لحضرتك 3 على مثلا 4 ناقص أو 4 زائد أي حاجة، زائد أو ناقص، هنقول مثلا جذر 13 مثلا. على طول بقى هقول له الكلام ده يبقى فيه، ما ينفعش يبقى عندي جذر في المقام المثلي. هقول له ماشي، تعمل ايه؟ بضرب فيه مرافق المقام، تغيير اشاره الجذر. 4 ناقص جذر 13 وتحت 4 ناقص جذر 13. وانت قلت لي يا مستر الاثنين اللي مش مترافقان حطهم زي ما هم اهو، ادي الثلاثه وادي الثانيه في قوس اهي. والاثنين المترافقان انت قلت لي الضرب بتاعهم الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، 4 في 4 ب 16 ناقص جذر 13 في جذر 13، جذر في جذر ما تحت الجذر. هنزل البسط زي ما هو، والمقام 16 ناقص 13 يديني 3. هشيل ال3 مع ال3 يبقى الحل هيكون 4 ناقص جذر 13. يبقى انا النهارده بتكلم على العمليات على الاعداد الحقيقيه. اتعلمنا عمليه الجمع، يجب الحدود تكون متشابهه يعني تحتوي على نفس الجذر. عمليه الطرح نفس الكلام، خدنا افكار الضرب، خدنا افكار القسمه. اخر حاجه معايا مثالين تبقى فاهم السؤال هيجيلك ازاي في الامتحان. اول حاجه في المثالين هو مديني اكس وواي وعاوزك تعوض هنا في الحاجات دي، ما عندناش اي مشكله، ولكن الاول لازم ابص على الاكس والواي اشوف هل عندي جذر في المقام ولا لا. ما لو عندي جذر في المقام ما ينفعش، لازم اعدله الاول. طب الاكس ما فيهاش حاجه في المقام والواي نفس النظام، خلاص هروح اعوض على طول. ادي اكس زائد واي الكل اس 2 هتساوي ادي القوس. هشيل الاكس واعوض بالقيمه بتاعتها اللي هي كام يا شباب؟ اللي هي جذر 5 ناقص جذر 3 زائد. هشيل الواي واعوض بالقيمه بتاعتها اللي هي كام؟ اللي هي جذر 5 زائد جذر 3. الكلام ده قال لي كل اس 2. تعال نجمع المتشابه. جذر 5 ومعاها جذر 5 متشابهين، بس انا بجمع مش بضرب. بس حد يقول لي هتبقى 5، انا بجمع، ولما اجمع بجمع المعاملات. هنا المفروض المعامل 1، هنا المعامل 1 يبقى 1 زائد 1 هيديني 2 واسيب الجذر 5 زي ما هي. وسالب جذر 3 وموجب جذر 3 هيطيروا مع بعض، يبقى يديني 2 جذر 5 الكل ايه؟ الكل تربيع. هنربع عادي خالص. 2 أس 2 هيدينا 4. جذر 5 أس 2 قلنا جذر 25، أو على طول قلنا يعني 5. ما هو جذر 5 أس 2 يعني جذر 5 في جذر 5، ولما أضرب جذرين شبه بعض في بعض بشيل الجذر وتفضل لي ما تحت الجذر. يبقى ده يديني 4 جذر 25 5 يديني الناتج كام؟ 20. ما ينفعش أطلع بالآلة الحاسبة عشان ده سؤال مقالي، لازم أحل بخطوات. المطلوب التاني قلنا اكس واي يعني الاكس مضروبة في الواي. الاكس اللي هي جذر 5 ناقص جذر 3 مضروبة في الواي. الواي اللي هي جذر 5 زائد جذر 3.
استنى يا مستر، دي بقول عليهم ضرب ايه؟ ضرب مترافقان، الحالة الخاصة. تنضرب ازاي؟ قلنا الأول في الأول جذر في جذر ما تحت الجذر ناقص التاني في التاني جذر في جذر برضه ما تحت الجذر. 5 ناقص 3 يديني 2. اللي بعدها ومصحصح قوي في اللي بعدها. عاوز اكس اس 2 زائد واي اس 2، طبعا تساوي الاكس اللي هي جذر 5 ناقص جذر 3 الكل اس 2 زائد الواي اس 2. الواي اللي هي جذر 5 زائد جذر 3 الكل اس 2. الكلام ده هيساوي، خد بالك ده جمع مش ضرب، عشان ما اقولش حاله خاصه. لا ده انا هفك القوس ده عادي وافك القوس ده عادي، قانون فك الاقواس ده مديها لك عادي. يعني الاول اس 2، الاول في الثاني في 2، الاخر اس 2. يلا بينا واحده واحده كده. الاول اس 2 هنفك على طول عشان المكان. جذر 5 اس 2 يعني جذر 5 في جذر 5. جذر 5 اس 2 يعني جذر 5 في جذر 5 اللي هي ب5. الشرط الاوسط زي ما هي سالب. الاول جذر 5 في الثاني جذر 3 في 2. سيبك من في 2 دي عشان كده بضرب جذور في عدد صحيح. فهقول له الاول في الثاني جذر 5 في جذر 3 في جذر 15. اما اضرب جذور عادي بثبت الجذر واضرب في 2 يبقى 2 جذر 15. وحذار من الغلط في الحته دي. والاخير دائما موجب. جذر 3 اس 2 يعني جذر 3 في جذر 3 جذر 3 في جذر 3 يديني 3 زائد قوس الجديد بقى. يلا تاني. اللي ما فهمش ده يركز في ده. الاول اس 2 جذر 5 اس 2 يعني جذر 5 في جذر 5 ب5. الاول جذر 5 في الثاني جذر 3 جذر 5 في جذر 3 بجذر 15. جذر 15 في 2 اوعى تقول جذر 30. جذر 15 في 2 ب2 جذر 15. والاخير اس 2 جذر 3 اس 2 يعني جذر 3 في جذر 3 يديني كام؟ يديني 3. الحق يا مستر ده موجب 2. ده موجب 2 ادي سالب 2 جذر 15 وادي موجب 2 جذر 15. روحوا مع بعض هجمع 5 زائد 3 8 و5 زائد 3 8 8 زائد 8 يديني 16. اللي فهم هيوقف الفيديو بتاعه ويحل لي السؤال ده وتعالى نشوف الحل طلع معايا ايه. وقف الفيديو وحل لي السؤال ده، تعالى نشوف الحل طلع معايا. الاول مبدئيا بسم الله اللي حل اول حاجه كان لازم ياخد باله ان ديت مش مظبوطه. ليه يا مستر مش مظبوطه؟ حبيبي ما احنا قلنا ما ينفعش يبقى عندي جذر في المقام، يبقى الاكس محتاجه تتعدل. يبقى اقول له يبقى الاكس هتساوي ادي 1 عدد. قلت لك خلي دايما العدد في الاول والجذر في الاخر، صح؟ يبقى خلي 2 في الاول زائد الجذر 3 في الاخر. خد بالك من التعديل اللي انا عدلتها. خلينا الاثنين في الاول والجذر 3 في الاخر. طيب هعدل دي ازاي يا مستر؟ قلت لك حبيبي انت بتضرب في المرافق. المرافق يعني بغير شرط الجذر. لسه مديك عليها كذا سؤال عشان قلت لك ده اهم حاجه عندي. السؤال ده بنسبه كبيره هتلاقيه في الامتحان. ثواني بس كده ناخد دي نقلها من هنا خالص. اهي تمام. الكلام ده هيساوي، انا بعدل الاكس. لازم قبل ما تحل السؤال ده وتعوض لازم الاكس او الواي ما يكونش فيها اول حاجه. بص هم متظبطين ولا محتاجين نظبطهم؟ هتقول لي والله دول تمام.
عشان مفيش حاجه في المقام. هي في جذور، انا ما قلتلكش مش عاوز جذور، انا قلت لك مش عاوز جذور في المقام. طب لو لقيت جذور في المقام، والله لو الجذر لوحده زي ما قلنا في القسمه، لو الجذر لوحده بضرب فيه فوق وتحت. طب لو الجذر جنبه عدد بضرب في المرافق بتاعه. تمام. الاثنين اللي فوق قلنا بنحطهم جنب بعض، بس ده واحد ملوش لازمه، واحد في اي حاجه ما يسيب العدد زي ما هو. والاثنين المترافقان بضرب الاول في الاول، 2 في 2 ب4 ناقص الثاني في الثاني، جذر 3 في جذر 3 اخد ما تحت الجذر اللي هو 3. 4 ناقص 3 1، يبقى الكلام ده يديني 2 ناقص جذر 3 فقط. 2 ناقص جذر 3 فقط. يبقى دي مين؟ دي الاكس وادي الواي. كده كل حاجه تمام، كده كل حاجه تمام. اروح بقى اجيب له اكس زائد واي لكل اس 2 هتساوي. قلنا الاكس بكام؟ لسه معدلين اهو، التعديل ما اشتغلش بالاصل، اللي هي 2 ناقص جذر 3. قلت لها خد بالك وانت بتبسط خلي العدد في الاول والجذر في الثاني. حتى لو هو مش مرتبها انت رتبها، بس من غير ما تلعب في الاشارات، الاشارات زي ما هي. الكلام ده زائد الواي، الواي اللي هي جذر 3 زائد 2. ما تنساش الكلام ده لكل اس 2. طب ما سالب جذر 3 وموجب جذر 3 يروحوا مع بعض. اتفضل لي 2 زائد 2 ب 4. 4 اس 2 يديني 16. يبقى اجمع 2 و2 4 ودول راحوا مع بعض. ادي المطلوب الاول. المطلوب الثاني نفس الكلام. الاكس هعوض تعويض عادي خالص. الاكس اللي انا معدلها 2 ناقص جذر 3 في الواي 2 زائد جذر 3. ما انا قلت لك ابدا بالعدد وخلي الجذر في الاخر، وعادي عمليه جمع ابدالي يعني بدل براحتك مفيش مشكله. يلا ركز ركز ركز. دول ايه؟ دول مترافقان. دول ايه؟ دول مترافقان. بيساوي الاول في الاول 2 في 2 ب4. نفس الاشاره، الاخير في الاخير، جذر في جذر اخد ما تحت الجذر. 4 ناقص 3 يديني 1. اكس اس 2 زائد واي اس 2 ممكن اعملها كده، وممكن حل من عندي ليك بقى. اكس اس 2 زائد واي اس 2 لها قانون بتساوي اكس زائد واي لكل اس 2 اللي انا اصلا جبتها في المطلوب الاول اهي، ناقص 2 اكس واي اللي انا اصلا جبتها بالمطلوب التاني. عاوز تحفظ القانون ده؟ القانون ده مفتاحك السحري لحل السؤال ده. عاوز تحفظ القانون ده يطلع معايا الحل بسرعه، مش عاوز تحفظه هتحل زي ما حلته من شويه. تعالى كده، هو عاوز اكس اس 2 زائد واي اس 2 هتساوي مش احنا قلنا اكس زائد واي لكل اس 2؟ طب ما انا جايب اكس زائد واي لكل اس 2 بكام؟ 16 ناقص 2 في اكس واي، ما انا جايب اكس واي بكام؟ بواحد. يبقى يديني 16 ناقص 2 بتساوي 14. طبعا مستر لو انا هحلها بالحل التاني مفيش مشكله يا حبيبي. احنا قلنا الاكس بكام؟ ب 2 ناقص جذر 3 والواي بتساوي 2 زائد جذر 3، وانا عاوز اكس اس 2 زائد واي اس 2. هحلها زي ما حليت اول سؤال، هحلها بنفس الطريقه اللي حليت بيها اول سؤال. هعوض عادي خالص. الاكس قلنا بكام؟ 2 ناقص جذر 3 الكل اس 2 زائد الواي ب 2 زائد جذر 3 الكل اس 2. يلا نفك الاقواس. الاول اس 2 اس 2 يدينا 4. اشاره الاوسط ناقص الاول 2 في الثاني جذر 3 ماليش دعوه بالجذر في 2 في جذر 3 في 2 مالكش دعوه بالجذر، يبقى 2 في 2 ب4 وانزل الجذر زي ما هي بيديني 4 جذر 3. عشان ما ينفعش اضرب عدد صحيح في جذر، بينضربوا زي بيتحطوا بلزقهم في بعض وخلاص. الاخير اس 2 قلنا دايما موجب، والثلاثه اس 2
ب9 تحت الجذر يديني جذر 9 3. او جذر 3 اس 2 التربيع بيشيل الجذر، جذر 3 في جذر 3 باخد ما تحت الجذر. ادي ازاي؟ الاول اس 2 هيدينا 4 زائد الاول في الثاني في 2، 2 في جذر 3 في 2 اضرب الاثنين في 2 ب4 واحط الجذر زي ما هي. الاخير اس 2 جذر 3 اس 2 يعني جذر 3 في جذر 3 شيل الجذر يتفضل ما تحت الجذر. سالب 4 جذر 3 موجب 4 جذر 3 يروح مع بعض. مختلفين في الإشارة وشبه بعض بالظبط. جمع يلا 4 و3 7 و4 و3 7 يديني 7 زائد 7 بتساوي كام؟ 14. طب ما ده نفس الحل اللي طلعناه هناك بس هناك طبعا ايه؟ أقصر. يبقى ده قانون سحري ده. حفظ ومهم. وبكده نكون خلصنا الدرس الثالث في الجبر، بيتكلم عن عمليات على الاعداد الحقيقيه. طبعا زي ما قلنا المنهج بتاعي منهج تقيل قوي، كل درس ياخد منه وقت كتير، لازم نذاكر اول باول. خدنا العمليات جمع طرح ضرب قسمه، عرفنا ازاي بنجمع ونطرح اسهل طريقه خالص. اهم حاجه نركز عليها الضرب والقسمه. اهم حاجه في الضرب فك الاقواس، كسر كل تربيع، الحاله الخاصه. اهم حاجه في الضرب في حاله وجود جذر في المقام لازم اتخلص منه. ان انا اضرب فين؟ اضرب في الجذر لو كان لوحده. طب لو الجذر مش لوحده جنبه عدد، قلنا بنضرب في مرافق المقام، ومرافق المقام هو تغيير اشاره الجذر. وبكده تكون حصه النهارده معانا خلصت. استنونا ان شاء الله في مراجعه قويه على الحاجات ديت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.